مساء الخير ومرحبا بكم في فيديو جديد. رامون رودريغيز او الملقب مونشي اللي هو المدير الرياضي السابق تاع اشبيليا. في الفتره ديال كورونا هاد السيد هذا دار واحد 13 فيديو تكلم فيهم على الخبره ديالو كاداره رياضيه. شنو هما الحوايج بشكل عام اللي تعتمدوا عليهم الانديه تحت العالم باش يديروا تعاقدات ديالهم. واليوم غنتكلم لكم على 3 ديال الانواع ديال التوجهات ديال الانديه في قضيه الميركاتو، كيفاش الانديه الكبيره ومنها ندوزو لقضيه الوداد الرياضي وكيفاش كتعامل مع التعاقدات ديالها، كيفاش الانديه الكبيره كتعامل مع التعاقدات ديالها، وهو صنفهم 3 ديال الاصناف. الصنف الاول من الانديه وهي الانديه اللي عندها ادارات قويه تعتمد على شخص واحد، بحال الشكل ديال ريال مدريد مع بيريز وابراموفيتش ديك الوقيته مع تشيلسي، والنصير في الوداد الرياضي وبزاف تاع الانديه. هاد النوع تاع الانديه طريقه باش كتعامل مع الميركاتو وهي طريقه الاعتماد على وكلاء اللاعبين. كيكونوا عندهم مجموعه ديال وكلاء اللاعبين، هاد الوكلاء عندهم لاعبين ديالهم تيقدموهم للنادي، وهاد النادي هذا تيختار منهم حسب الاحتياجات ديالو. طبعا وكلاء اللاعبين على حسب السلطه ديالهم في هاد النادي، ممكن هاد الوكيل ديال اللاعب يولي عنده سلطه في النادي اكبر مما خصها تكون، بحال الوقيته بحال الشكل ديال فريق وولفرهامبتون الانجليزي اللي تقريبا خورخي مينديز الوكيل الاعمال البرتغالي المعروف تقريبا حول هذا الفريق الى فريق برتغالي عمرو باللاعبين البرتغاليين، فيما كان شي لاعب تابع لهاد خورخي مينديز تيديه الاداره ديال الولفز وهي كتوقع عليه. اذا هنايا كاينه سيطره الوكيل اللاعبين على هذا النادي هذا. كاينه الطريقه الاخرى والصنف الثاني وهو الطريقه اللي كيكون فيها النادي تعتمد على المدرب بشكل اساسي، وهذه الطريقه ما بقاتش بزاف، بمعنى كيكون المدرب هو كل شيء في النادي، بحال الشكل ديال فينغر في ارسنال واحد الوقيته، وكذلك فيرغسون في مانشستر يونايتد. وحاليا تقريبا النادي الوحيد اللي عنده هذه القدره هذه ديال انه مدرب يتحكم في التعاقدات وكيفاش التوجه تاع النادي وسياسه النادي على مستوى الشباب، وهو غوارديولا في السيتي. ولهذا فكتلقى مانشستر سيتي ما كتشريش بزاف د اللعابه، كتشري لعابه تقريبا سيبلي كما كنقولوا، كيمشيو ليهم واحد جوج ثلاثه فقط وكيرجعوا له. باقي فهو تكوين اكاديمي تيشرف عليه ايضا غوارديولا. اذا الصنف الثاني كيفاش النادي كيتعامل مع الميركاتو هو الصنف اللي كيعتمد على المدير الفني او لا المدرب بشكل اساسي، وهذا الصنف ما بقاش بزاف، تقريبا السيتي بوحدها اللي باقي كاين. الصنف الثالث تاع الانديه وهي الانديه اللي كتعتمد على ما يسمى بالنموذج المختلط، بمعنى انها شويه من هذا الشيء كله، لكن هي كتعتمد بالاساس على ما يسمى بالداتا. الداتا بمعنى انها واحد الباز دو دوني، واحد مجموعه تاع المعلومات والاحصائيات تجمعهم واحد مجموعه ديال الكشافين اللي هاد الانديه هذه كيديروهم باش يمشيو يقلبوا على اللاعبين. وهنا كناخذوا المثال ديال ليفربول واشبيليا وغيرها من الانديه. هاد الطريقه علميه، لكن هاد الطريقه ما كتسناش حتى يوصل للميركاتو، بل هي طريقه خاصك تكون كتوجد الميركاتو قبل عامين قبل عام، كيف ما كدير اشبيليا مثلا مع مونشي المدير الرياضي. هاد الطريقه كتبغي منك مصاريف كثيره اللي تعطيها لهاد الكشافين هادو وتصرف عليهم طوال السنه باش يمشيو يقلبوا لك على المواهب النادره واللاعبين اللي ممكن يخدموا مع السيستم ديالك. وهاد القضيه كتحتاج منك ان يكون عندك طريقه لعب محدده ويكون عندك كما قلت لك موارد ماليه باش تصرف على هاد الناس هادو طوال العام. اذا هاد 3 الطرق كلهم هما اللي كاينين. الطريقه الاولى هي الطريقه الكلاسيكيه والتقليديه وهي اعتماد على وكلاء اللاعبين. الطريقه الثانيه اعتماد على المدير الفني او المدرب في الاختيار. والطريقه الثالثه وهي الاعتماد على الكشافين، وهذه الطريقه كيديروها خاصه الانديه اللي ما باغاش تخسر ميزانيات كبيره في اللاعبين المعروفين في السوق، وكتمشي كتحاول ما امكن تصيد كما كنقولوا الطيور النادره بحال شكل اشبيليه وليفربول. رجعنا للمغرب، واش كاين شي نادي في المغرب تيدير هذه القضيه هذه؟ في المغرب تقريبا وفي افريقيا على ما اظن على حسب ما كنعرف ما كاينش شي نادي تيدير شي طريقه من غير الطريقه التقليديه، وهي الاعتماد على وكلاء اللاعبين بحال الشكل ديال سامبوزولا. ما يمكنش تقول لي انه جبناهم لانه الوداد صيفطت كشافين طوال السنه تيراقبوهم نهائيا، فهو وكيل اللاعب تيجي تيقترح على الوداد الرياضي، والوداد عند او الاداره ديال الوداد عندها ثقه في هذاك وكيل اللاعبين وعن طريقه تيجي هذاك اللاعب للفرقه. اذا ما كاينش شي نادي تنعتقد تيدير شي قضيه من غير هذا الشيء. واش الوداد مثلا قادره على انها دير الطريقه الثانيه اعتماد على المدير الفني؟ اكيد لا، لانه باش دير هذه القضيه هذه خص يبقى عندك مدير فني تقريبا واحد السنوات طويله وتعتمد عليه بحال الشكل ديال فيرغسون في مانشستر. واش تقدر تصبر على النتائج السلبيه ديالو او لا بحال شكل السيتي غوارديولا، بحال الشكل تاع فينغر مع ارسنال. اذا هذه الطريقه ايضا لا يمكن ان تصلح مع الوداد. الطريقه الثالثه وهي الطريقه العلميه
والاعتماد على الداتا، الاعتماد على مجموعه من المعلومات والاحصائيات اللي كتجمعهم على اللاعب تقريبا واحد السنه او سنتين قبل ما تعاقد معاه. وهذه القضيه كتحتاج منك انه يكونوا عندك كشافين، وهاد الكشافين هادو خصك تصيفطهم للمناطق او البلايص اللي انت ضامن ان هادوك اللاعبين يقدروا يوقعوا ليك انت. ماشي تمشي انت مثلا تنافس مع نادي كبير مثلا الوداد واش تقدر دير كشافين في اوروبا؟ مستحيل، لان ما يمكنش تنافس مع السيتي او الريال حتى كاع الا بانت شي موهبه. اكيد غادي تمشي الريال ولا السيتي ولا الانديه على الاقل المتوسطه، ما غاتمشيش الوداد. اذا الوداد واش تقدر تعتمد على الطريقه الثالثه؟ ممكن بطبيعه الحال، لكن خاصها تصرف شي شويه الفلوس على الكشافين وخصها تريسكي. واش الوداد قاده على هذه القضيه ولا لا؟ انا كنعتقد ما كاينش شي نادي في المغرب قادر يدير هذيك الطريقه العلميه الثالثه. اذا لا الانديه المغربيه ولا الوداد اللي عندهم حاليا بهذه الميزانيه ديالهم هو الاعتماد فقط على وكلاء اللاعبين. غير المطلوب هو انه ما يعطيش واحد الوكيل اللاعب الصلاحيات كلها نعتمد عليه 100%، بحيث يولي هو المتحكم. خاصني ننوع العلاقات ديالي باش نجيب اكبر عدد اللاعبين المفيدين للفريق. هادشي اللي عندنا اليوم. اعطونا الراي ديالكم في التعليقات. شكرا لكم على المتابعه والسلام عليكم.